عضو ماشي. الخدمات باللجنه النقابيه. ماشي. ايه المشكله عندكم بقى؟ بنطالب باقاله الاستاذ مجدي عبد العزيز مدير عام الشؤون الماليه، فتحي الجرواني مدير عام الشؤون القانونيه، لتحكمهم في الموظفين داخل الهيئه ولتحكمهم في ميزانيه الهيئه حسب اهوائهم ومطالبهم الشخصيه، حيث تم طلبهم من السيد الوزير بزياده حوافزهم 150% للمديرين العموم. واللجنه النقابيه اجتمعت بمدير الهيئه لإقالة هؤلاء الأشخاص ولم يستجيب إلينا، فده مطلبنا الأساسي عندنا. بعد كده بنطالب بحقوقنا اللي هي زيادة 100% من وزارة المالية، حيث المدير السابق محمد عسل أخذ موافقة من التنظيم والإدارة بأنها يتم صرفها وتم وقفها في وزارة المالية بحجة إن لا يوجد تمويل أو لا يوجد فلوس في وزارة المالية. إيه تاني فكروني؟ منذ ثورة 25 يناير لم تقوم الهيئة بأي إضرابات، ولكن بظلم مجدي عبد العزيز وفتحي الجرواني اضطرينا إلى هذا لأخذ حقوقنا من هؤلاء الظلم. حاجة تاني؟ اتكلم بقى انت.